عايزاكوا تستعدوا علشان هوريكوا اغرب سناكس ممكن تشوفوها في الصين. احنا كده في قسم واحد بس من السناكس، لقيت فيه حاجات غريبة جدا مش هتصدقوا نفسكم انتوا بتشوفوها. ده سناكس يعني زي الشيبسي كده عندنا، وعايزة اعرف رأيكم فيها. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة هنا بيض سمان مسلوق جاهز للاكل. تتوقعوا طعمه هيكون ايه؟ هنا هنلاقي رجلين فراخ بتتاكل سناكس عادي، يعني انت طالع كده تتفسح تاخد معك رجل فرخة. في منها السبايسي وفي منها العادي طبعا، بس هنا في الصين بيحبوا السبايسي اكتر. كمان في هنا بيض سمان تاني بس بطعم وتوابل مختلفة. مش كفاية رجلين فراخ، لا ده كمان في رجلين بط. استنوا نشوف حاجة تاني كده مع بعض. ده كتف فرخة، ده العادي، اكيد هنلاقي منه سبايسي طبعا. ايوه هو ده سبايسي. كمان في هنا بيض سمان 3 مع بعض بالقشر. ده شكل البيضة من برا. في حد اكل قبل كده بيض سمان؟ مش عارفة، يعني مش منتشر قوي. دي سناكس بقى اسمها توفو، نوع من فول الصويا معمول بطريقة معينة وبيتشكل بأكتر من شكل وطبعا بأكتر من طعم. دي أنواع سناكس تانية مش عارفاها كلها، أو بتكون حاجات متكررة بس بطعم مختلف. بصوا ده نوع من أنواع التوفو بأشكال تاني وطعمه طبعا مختلف. هنا في ايه ده؟ بصوا دي بطاطس عادي، بطاطس عادية. مش عارفة طعمها هيكون ايه، بس اكيد ليها تتبيلة معينة. هي بطاطس متعودين عليها، بس انك انت يكون عندك الجرأة انك انت تجرب حاجة زي كده مش عارفة انا بخاف. تفتكر ايه اكتر حاجة غريبة اكلتها في حياتك؟ تفتكرها ولا لا؟ قولولي في التعليقات. ولو زرتوا الصين هتجربوا ايه من انواع السناكس دي اللي انتوا شفتوها؟ عارفين ايه ده؟ دي طحالب بحر، مش عارفة مين يقدر يجربها الصراحة. مش عارفة ايه هيكون طعمها اساسا. عايزة اقول لكم حاجة غريبة. بصوا اغلى جزء في الفرخة هنا الرجل والجناح. لو عجبكم الفيديو حابين تشوفوا اغرب الحاجات هنا في الصين، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل الحاجات الغريبة هنا في الصين. باي.